بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدي قناة سلام الفضائية، تحية طيبة لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوة المشاهدين والمشاهدات، نحييكم في هذا اليوم ومع برنامج فاسألوا أهل الذكر، ومن رحاب هذه القناة وما فيها بإذن الله من الخير والفائدة، ومع موضوع جديد وهو صلة الرحم. وصلة الرحم مما حث عليه ديننا، وهي من الركائز الأساسية التي يحث عليها الإسلام ويبني عليها كثير من ما يقوي الترابط بين أبناء المجتمع الإسلامي. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صلة الأرحام من علامة الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ومن رحاب هذه القناة المباركة، ويسعدنا ويسرنا أن يكون اللقاء معكم ومع ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، فيسعدنا أن نرحب به. حياكم الله فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا ومرحب بك وبالمشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نقدم ما يفيد المشاهدين والمستمعين. شكرا فضيلة الشيخ. في بداية هذا اللقاء الذي يتضمن الكثير من المحاور لهذا الموضوع الهام، نحب إن شاء الله من فضيلة الدكتور أن يعرفنا ما هي الرحم وماذا تعني، وما هو أيضا حديث القرآن عنها، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الرحم. تكلمنا في الحلقة الماضية من ضمن الأخلاق الإسلامية والآداب الإسلامية عن موضوع بر الوالدين. وبر الوالدين اعتبرناه هو الأصل الأول بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم حقوق الخلق حق الوالدين، لأنهما أول ما هي المرتبة الأولى في حقوق الآدميين. يأتي بعد ذلك حقوق ذوي الأرحام، يأتي بعد الوالدين حقوق ذوي الأرحام. والرحم في لغة العرب، الراء والحاء والميم، هي من الشفقة والعطف والرأفة والمودة، هذه كلها تقريبا يدور حولها معنى الرحم. ومن هذا المعنى أخذ مسمى رحم المرأة، لأن ما ينجم عن رحم المرأة من تخلق للبنين والبنات ينشأ عن ذلك بطبيعة الحال التراحم، ينشأ عن ذلك التراحم. ولكن الرحم في اصطلاح الفقهاء وفي اصطلاح أهل العلم هو كل من لك به صلة وعلاقة وقرابة، سواء كانت هذه الصلة بسبب النسب من جهة الأب أو جهة الأم، أو كان ذلك من خلال المصاهرة والتزاوج، أو كان ذلك من خلال الرضاع. هذه العلاقات كلها تشكل ما نسميه الآن بموضوع الرحم. فذوي الأرحام أو أصحاب الرحم الذين أنت أمرت بالتواصل معهم وعدم قطيعتهم، هم هؤلاء الذين يلتقون معك نسبيا، ويلتقون معك بالمصاهرة، ويلتقون معك بالرضاع. ولا يشترط في ذلك المحرمية، يعني لا يحد صلة الرحم بأن يكونوا محارم، فقد يكونوا محارم وقد يكون أوسع من المحارم. ولا يشترط فيه القرابة المباشرة، فقد يكون من الأباعد وقد يكون من الأقارب. وبالتالي هنا ستلاحظ بأن العمة والخالة مثلا، والعم والخال، لا يتم التوقف عندهم، بل يمتد القرابة إلى أولادهم. فأبناء الأعمام وأبناء الأخوال وأبناء العمات كل هؤلاء قرابة.
مع أنه قد لا يكون فيهما الرحمية. مثلا الآن بنت خالك وبنت عمك يحق لك الزواج منها، ولكن مع ذلك هي من إيه؟ من ذوي الأرحام. فعلى كل فيما يتعلق بالاصطلاح، هو الاسم عموما صلة الرحم هو اسم جامع لكل ما تربطك به صلة نسبية أو صلة بالمصاهرة أو صلة بالرضاع. هذه تقريبا باختصار المسمى لموضوع صلة الرحم. جاء حقيقة الاهتمام بالأرحام في كتاب الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات، يعني تقريبا ورد 12 مرة بمسمى الذي نتكلم عنه، مسمى الرحم أو الأرحام ورد 12 مرة. وهنا لا نتكلم عن رحمة ورحم الله، هذه لها صلة بالرحمة، لكن نحن نتكلم عن الرحم بالمعنى الذي أردناه. فتلاحظ كلمة الأرحام سواء بالألف واللام أو بغير الألف واللام وردت تقريبا 12 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. منها الآية التي افتتحت بها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لاحظ هنا الآن جاءت كلمة الأرحام، وذكر الله سبحانه وتعالى بأنه في الآيات التي اختص الله بها منها ويعلم ما في الأرحام. وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك في موضوع التشكل الذي يكون في الأرحام في سورة الحج، وكذلك في سورة آل عمران تحدث عن موضوع الأرحام وتشكل الأجنة داخل الأرحام. كما ذكر القرآن الكريم أيضا التحذير من موضوع قطيعة الأرحام، حدث في العديد من الآيات: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالله سبحانه وتعالى تكلم عن موضوع الأرحام في خطورة قطيعة الأرحام، كما تكلم عن مسألة الأرحام أيضا في الآخرة، حتى أيضا لا يتصور البعض بأن هؤلاء الأرحام الذين ننتفع بهم في دنيانا كأنما نريد أن نعلق عليهم أمورنا في الآخرة. الله عز وجل قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. هنا طبعا عندما تكون القطيعة قطيعة إيمانية طبيعة الحال لا أحد ينتفع من الآخر، لكن في محطات على كل ينتفع فيها أهل الإيمان ببعضهم البعض، كما قال الله سبحانه وتعالى في الذين مثلا أسكنهم الجنان وجعل بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. فالله عز وجل يلحق الذين هم في الأدنى بالذين هم في، كما قال: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هنا من خلال التتبع للقرآن الكريم في لفظة الأرحام نلاحظ أنها تدور حول نفس المعاني التي تكلمنا عنها، تدور حول معنيين أساسيين. المعنى الأول معنى القرابة، مثل قوله: لن تنفعكم أرحامكم، أي الأقرباء لن ينفعونك في الآخرة. المعنى الثاني هو رحم المرأة، ويعلم ما في الأرحام. وهنا نلاحظ ومعظم الآيات تقريبا كما جاء في سورة البقرة أيضا في لا يكتمن ما في أرحامهن، يعني الله سبحانه وتعالى أمر المرأة التي تطلق أن لا تكتم ما في رحمها من جنين أو غير ذلك. فالشاهد كلمة الأرحام في القرآن الكريم تدور حول هذين المعنيين، إما رحم المرأة وإما الأرحام التي هي بمعنى القرابة. وكل المسألة على كلا الأمرين سواء كان رحم المرأة أو كان موضوع القرابات كلاهما متداخل. فما تفيض به أرحام النساء يشكل لنا بطبيعة الحال قرابة نسبية، إما بالأقرباء من جهة الأم من جهة الأب، وقد تشكل لنا قرابة كذلك بالمصاهرة، وقد تشكل لنا كذلك قرابة بالرضاع. وبالتالي ضمن هذا السياق إن شاء الله يفهم موضوع عنوان الحلقة وهو صلة الأرحام. بارك الله فيك فضيلة الدكتور، جزاك الله خير على هذا البيان في مدلول ومعنى الرحمة ومدلولها وما جاء من النصوص في القرآن فيها. لكن أحببت قبل أن نتعمق في الحديث لفظ الرحم وعلاقته بالرحمة، لو أشرتم لنا لهذه القضية، لأنه ما تقتضيه هذه الرحمة وأيضا اشتقاقها لربما يكون أدعى للناس أن نفهمهم هذا المغزى أيضا. أحسنت. هي على كل من ناحية اللغة واضح جدا أن الراء والحاء والميم سواء كانت رحم أو كانت رحم مشتقة
كلها تقريبا من الرحمة، من العطف والشفقة والمودة والرأفة. جميل. وبالتالي هنالك تداخل ما بين الرحمة والرحم، تداخل بين فذكرت أن ما تفيض به الأرحام يوجب محبة ويوجب رأفة ويوجب عطفا. فمثلا الإخوان فيما بينهم نعم يلتقون في رحم، مش كده؟ نعم. وفي نفس الوقت يلتقون من جهة الأب، فهم يلتقون من خلال رحم الأم ومن خلال أيضا ماء الأب، تتشكل حالة توجب الشفقة على بعضهم والرحمة على بعضهم والمودة على بعضهم. فعلى كل هنالك تداخل كما تفضلت ما بين الرحم، بل هنالك أيضا اشتقاق للرحم من اسم الله تبارك وتعالى. نعم. الله عز وجل كما جاء في الحديث: أنا الله أنا الرحمن شققت اسم الرحم من اسمي، شققت اسم الرحم، فمن وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. فموضوع الاسم له كما تفضلت له صلة بموضوع العطف، موضوع الشفقة، وله كذلك تعلق باسم الله تبارك وتعالى الرحمن. جميل. بعد هذا البيان أيضا نحتاج حقيقة، والسنة النبوية ذاخرة بالنصوص الكثيرة التي حقيقة حفلت بها في الأهمية لموضوع صلة الرحم. حبذا لو أتحفتمونا بما تيسر من بعد الحديث التي تبين قيمة صلة الرحم ومكانتها في ديننا الحنيف. حرص حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بطبيعة الحال أيضا كان سلوكا أخلاقيا عند العرب بما ورثته من ملة إبراهيم عليه السلام ومن ملة إسماعيل عليه السلام، ورثوا على كل جملة من الأخلاق قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أو بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق هنا بطبيعة الحال صلة الأرحام. فكانت العرب تعظم موضوع الأرحام وتقدس موضوع الأرحام وتحرص قدر الإمكان، لدرجة أنها أحيانا قد يبلغ بها الأمر إلى مرتبة الغلو، بحيث أنهم يتناصرون بلا حدود. فجاءت الشريعة لضبط هذا الغلو الذي يحصل في موضوع صلة الأرحام. فالقبيلة مثلا بينها صلة رحمية، والأسرة بينها صلة رحمية، والعشائر لها صلة أرحام. فكانت العرب على كل تراعي هذا النوع من الترابط فجاءت الشريعة لتنظمه فيما يتعلق فيه من غلو. يعني العرب لم تكن حقيقة تميل إلى قطيعة الأرحام. العرب من الذين يعظمون أرحامهم ومن الذين يحافظون على الأنساب في هذا الاتجاه. ولذلك جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لتؤكد ذات المعنى، ويقول عليه الصلاة والسلام: احفظوا أو أعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فالإنسان مطالب، بما أنك أنت مطالب بصلة الرحم، مطالب تلقائيا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالإنسان عليه أن يكون متعرفا على نسبه القريب على الأقل الذي يجب عليه أن يصله. فقد يكون الإنسان يتعرف على أعمامه، يتعرف على أخواله، على عماته، على خالاته، على أبنائهم الأقربين على الأقل، حتى يستطيع أن يصل ما يجب، ما أمر الله تبارك وتعالى أن يوصل. والله عز وجل امتدح هؤلاء والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فمما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل اللي صلة الأرحام وعدم القطع، وجعل قطيعة الرحم كما في قوله تبارك وتعالى مقترنة بشكل مباشر مقترنة بشكل مباشر مع الإفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. لاحظ، الإفساد في الأرض هنا غالبا له علاقة بكثير من عالم الأشياء، عالم الطبيعة إلى غيره. والإفساد في الأرحام له علاقة بالجانب الإنساني، والبعد الإنساني والقرابات والصلات إلى غيره. فالإنسان في هذه الحياة غالبا من خلال صلته بالله سبحانه وتعالى مطالب أن يحسن ويصلح في الأرض وأن يصل الأرحام. يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويعملون على إصلاح الأرض ولا يعملون على الإفساد، لأن الله عز وجل لا يحب المفسدين. فالله عز وجل لا يحب المفسدين ولا يحب من يعمل على قطيعة الرحم. ولذلك حقيقة جاءت الكثير من النصوص، ولعل الحديث الذي ذكرت في قوله أنا الله أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. والرحم كذلك معلقة بعرش الرحمن، معلقة بعرش الرحمن، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. وكذلك عندما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وانتهى من الخلق قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة.
هذا مقام العائد بك من القطيعة. فكأنما أرادت أن تضمن الرحم ألا تقطع. فقال الله سبحانه وتعالى لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: هو لك، هو لك. أي أن الله سبحانه تعهد للرحم من لحظة الخلق الأولى أن يصل ما وصلها ويقطع من قطعها. هذه كلها أحاديث تبين أهمية أن يكون الإنسان واصلا واصلا لرحمه عليه الصلاة والسلام. كذلك أحد الأعراب وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. دلني على عمل يقربه ويدخله إلى جنة الله ويباعده عن نار الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يقينا وإياكم النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 3 عبارات. قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سبحان الله في هذا الحديث العظيم حدد الإشراك بالله اللي هو قضية التوحيد، أن الإنسان يكون موحد لله سبحانه وتعالى. أعظم ما يبنى عليه كل الدين أن تكون موحد لله عز وجل، لا تشرك بالله في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه. هذا التوحيد الذي عليه الأساس. ثم بين أول واجب في حق الله وهو الصلاة. أول واجب في حق الله وهو الصلاة. ثم أول واجب في حق الخلق جميعا وهو الزكاة. فأنت من خلال حق الله اللي هو إقامة الصلاة ومن خلال القيام بالزكاة أديت حق عموم الخلق وحق الله عز وجل. بقي هنالك شيء مهم جدا أفرده النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يمكن أن يدخل في الزكاة، لكن قال: وتصل الرحم. وهنا طبعا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام بطبيعة الحال كانت طريقته عليه الصلاة والسلام أنه من خلال الوحي أو من خلال التفرس أو من خلال ما يراه في الإنسان يصف لكل إنسان حاجته. فيأتيه من هو كثير القضب فيقول له: لا تقضب. ويأتيه ما يتلمس فيه بأنه قليل الصلاة فيأمره بالصلاة، ومن هو قليل الصلة بأرحامه فيأمره بالرحم. ربما على كل في هذا الأعرابي قد يكون التمس بأنه قليل الصلة برحمه. على كل جعل الرحم في المرتبة بعد التوحيد والصلاة والزكاة قال: وتصل تصل الرحم. سبحان الله، الإنسان الذي يكون متصلا بالله ومتصلا بالخلق من خلال الزكاة، متصلا بالله بالتوحيد والصلاة، ومتصلا بالخلق بالتواصل في الصدقات والمعاونات والمساعدات، وفي نفس الوقت أيضا هو قريب من أقربائه وأهله. هذا الشخص كأنما حاز من المفاخر أعظمها. وبالتالي هذه على كل من الأشياء التي لا بد أن ننبه إليها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، كأنما لا يدخل الجنة قاطع لرحمه. فعلى كل هنالك العديد من الأحاديث التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كذلك حديث من أراد أن يبارك له في أثره وعمره قال: فليصل فليصل رحمه. هذه كلها نصوص تبين مقام صلة الرحم ومكانة صلة الرحم. والآيات حقيقة هي ربما الإطار الكلي الذي علينا أن نلتفت إليه، خاصة الآية الأولى التي قال الله فيها: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هنا طبعا في قراءتين، القراءة الأولى قراءة النصب والقراءة الثانية قراءة الكسر. قراءة النصب: اتقوا الله واتقوا الأرحام، بمعنى اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. اتقوا الأرحام خاص بهذا المعنى تستقي على الأقل ما نذهب إليه في الاستدلال بأهمية الصلة. أما بقراءة الكسر اللي هي الجر: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام هنا بالجر، فبالجر ستؤدي معنى أنك كما تقول أسألكم بالله، كانت العرب تسأل بالله وتسأل بالرحم، أسألك بالرحم التي بيني وبينك وهك. فهذه لمكانتها ولقدسيتها كانت العرب يتساءلون بها، يتساءلون بعضهم كما أني أسألك بالله، كذلك كان الناس يسألون على كل. فالله سبحانه وتعالى أمر على كل في كلا الحالين بموضوع صلة الأرحام وأهمية هذا الجانب في الإنسان. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. حقيقة حديثكم عن ما كانت عليه العرب في وقتها واحترامها حقيقة وعنايتها
بصلة الرحم، وأنها من الصفات حقيقة المؤصلة فيهم، وجاء الإسلام ليعززها. هذا يدعونا لأن حقيقة أيضا ننظر لمجتمعنا الأريتري حقيقة، وهذه الصفة تكاد تكون شيخنا يعني حقيقة حاضرة، وتجد حقيقة الرحمة والصلة والترابط. وربما من إيجابيات أيضا المجتمعات القبلية وهذه التكوينات أنها ما شاء الله تعزز هذه القيمة، وتجد أنه يعني حقيقة قوية في آبائنا وأجدادنا من سبقونا. حبذا لو أكد على هذا المعنى، وكيف يجب أيضا أجيال اليوم أن تحافظ حقيقة على ما كان عليه الآباء والأجداد، وهو أيضا من قيم الإسلام التي تمسكوا بها. ونحن ينبغي جيل هذا الوقت أن يعني نؤكد ونقوم على أمر صلة أرحامنا في كل مكان وكل حين. تفضل. الله يجزيك الخير. طبعا نحن حقيقة الآن موضوع صلة الرحم يواجه بإشكالات كبيرة جدا نظرا للحداثة حقيقة التي تجتاح الآن مجتمعاتنا. للأسف الشديد فكرة الحداثة تقوم على موضوع الفردانية، بمعنى أن الإنسان يعيش لنفسه ويحمل هم نفسه ويظل مرتبطا طبعا بالدولة. فهم حاولوا على كل أن يأخذوا كثير مما كان للأسرة وما كان للأرحام، أرادوا أن يربطوه بالدولة. فأنت في الضرائب مرتبط بالدولة، في الإعانات مرتبط بالدولة، في العلاج مرتبط بالدولة، في التعليم مرتبط بالدولة، إلى كثير من القضايا على كل. ولذلك النظام الحداثة المعاصرة فرغت المعنى الذي نتكلم عنه، اللي هو النظام الأسرة الممتدة، أن يكون هنالك تراحم. لكن كما تفضلت جزاك الله خير، بالرغم من أن كثير من الناس تأثر بالحالة الحداثية هذه، وخاصة الذين يعيشون في الغرب وتبرمجوا أو أخذوا في هذا البرنامج، لكنهم سبحان الله لم يتجردوا تماما من القيم التي نتكلم عنها. فنلاحظ الكثير من الشباب والكثير من الأبناء جزاهم الله خير يحملون حتى هذه اللحظة هموم أسرهم، ويحملون هموم والديهم، ويحملون هموم إخوانهم. فتجد سبحان الله من أتيحت له الفرصة لأن يكون في مكان على الأقل وضعه المالي أو وضعه الاجتماعي أو وضعه الثقافي أفضل من غيره، إلى هذه اللحظة بفضل الله سبحانه وتعالى لم يحصل أن والله الأسر تقطعت عن بعضها البعض أو تناست بعضها البعض، بل بالعكس نجد اليوم بفضل الله عز وجل الكثير من الشباب يحمل هم أكثر من أسرة. تجده يحمل هم أسرته الخاصة، ويحمل هم الوالدين، ويحمل هم أخواته إذا كنا فقراء، وهم إخوانه إذا كانوا فقراء. وهذه الصفة كما تفضلت إن شاء الله نحاول حقيقة أن نؤكد عليها، لأن هذه الصفة هي التي تجعل المجتمع مجتمعا متراحما مستحق رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكلما تواجدت وجدت حقيقة هذه الصفة الأصيلة، صفة التراحم بين ذوي الأرحام، وأن يكون بينهما الصلة ممتدة، وأن لا تكون القطيعة هي السائدة، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنكون مجتمع معافى يستطيع على الأقل أن يقوم بالكثير مما يمكن إن شاء الله القيام به في هذه الأوقات. شكر الله لكم. حقيقة الحديث يعني جيد وثري، وأبنتم كثير من الجوانب فيه، وهنا نريد فقط أن نؤكد من خلال ما سبق على يعني فضل وأجر هذه الصلة، يعني مكانتها أو فضلها يعني لمن قام بها في الدنيا والآخرة بإذن الله. تفضل. نعم، بالنسبة لموضوع الفضل، يعني نحن الآن ذكرنا بأن صلة الأرحام ارتباطها بالله عز وجل، ارتباطها باسم الرحمن، ارتباطها برضا الله سبحانه وتعالى. فنلاحظ بأن من نال، يعني خلينا نقول على الأقل نحن نتناول فضلها في زاويتين. الزاوية الأولى إيجابياتها على الأقل، أو الجانب الإيجابي فيها ثمرات هذه الصلة. الجانب الثاني خطورتها أيضا، إنما يحدث الإنسان القطيعة. فالذي يصل رحمه أول خطوة أنه أرضى الرحمن، لأن الذي أمرك بأن تصل الرحم هو الله سبحانه وتعالى. هذه الأحاديث التي سردناها، وهذه التي النصوص القرآنية والنبوية التي يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على أن هذا باب من أبواب الجنة، أن هذا باب من أبواب رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا الجانب الأول هو أن الإنسان الواصل للرحم محب لله عز وجل، وأرضى الله سبحانه في هذا الباب، في هذا الباب أرضى الله سبحانه وتعالى
وهنا أحب أن أنبه، حتى لو الإنسان سبحان الله كان كافرا، حتى لو كان كافرا، لكن سبحان الله بمجرد أنه يصل الرحم يبارك الله له في دنياه حتى لو كان آخرته ليست. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في بعض الأحاديث قال: إن كان هنالك من ذنب يعجله الله في الدنيا بما يدخره في الآخرة فهو إيه؟ موضوع الرحم. يعني إذا كان في عقوبة في الدنيا أو إذا كان في ثواب في الدنيا هو موضوع الرحم. يدخر الله لك في الآخرة ثوابه، ولكن يؤتيك منه في هذه الدنيا نصيبك منه أيضا، ومنها بركة الأعمار. يعني الذي يكون واصلا لرحمه يبارك له. أيضا من الأشياء المهمة في صلة الأرحام أن الإنسان يكون محبوبا بين أهله، نعم، ولا يكون منبوذا مكروها. وهذه سبحان الله وردت في الحديث، يعني وردت في الحديث النبوي الذي ذكرناه، ففيها موضوع محبة الله وفيها موضوع محبة الخلق، أن الإنسان يكون محبوبا لدى الخلق. وسبحان الله محبة الخلق بطبيعة الحال أيضا حتى لو نظرت إليه في الجانب المادي بعيدا عن الجانب الديني، ففي الإطار المادي سبحان الله تجد أن المحبوب عندما تقع له مصيبة من المصائب يتداعى الجميع للوقوف معه. لماذا؟ لأنه محبوب وليس بمكروه. لكن الذي قطع الأرحام ولم يتواصل مع أهله ولم يهتم بهم، إذا وقعت عليه كارثة أو نكبة لا يجد من يقف معه أو يسانده. فصلة الأرحام واحدة من فوائدها كذلك أن الواصل يصله أيضا أهله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى مسألة مهمة جدا، يقول: ليس الواصل بالمكافئ. نعم، هذا مهم أنبه إلى حديث من الأحاديث المهمة، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطع يعني من أهله لم يصلوه فإنه يصلهم. فالذي يقول والله أنا أزور من يزورني وأصل فقط من أهل من يصل هذا مكافئ، بمعنى في درجة العدل إن صح التعبير. لكن الذي يسمى واصل للرحم هو الذي يصل أرحامه حتى وإن قطعوه، يتعامل معهم حتى وإن آذوه، يصل إليهم في مواقعهم حتى وإن لم يبادلوه وهكذا الزيارة وهكذا. فعلى كل يكون الإنسان سبحان الله محبوبا بين أهله. أيضا صلة الأرحام تحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنها مكثرة للمال، يعني تكثر مال الرجل. لماذا؟ لأنه يبارك له، النبي صلى الله عليه وسلم قال يبارك له في أثره وكذلك في ماله. هنا الحديث على كل، وسبحان الله أيا كان على كل هذا التواصل سواء كان أسفر بركة في المال، الذي ينفق الله عليه، الذي يعطي الله عز وجل يعطيه، سواء كان تكثير المال من هذه الزاوية أو كان تكثير المال أن الأهل عندما يتواصلون فيما بينهم قد تنتج بينهم حالة من التراحم وحالة من الشراكات التي تجعل الإنسان سبحان الله قليل بنفسه وماله لكنه كثير مع أهله وأصحابه. أيضا فيها مسألة الإصلاح في الأرض والإعمار فيها. نعم، يعني الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هم ممن يصلح في الأرض ولا يفسد فيها. كذلك فيها سبحان الله السلامة النفسية. كثير من الأسوياء نفسيا هم الذين يصلون أرحامهم، وكثير من الذين يعانون إشكالات نفسية وعقد اجتماعية تجد أنه مشكلتهم الأساسية أنهم يعيشون حالة قطيعة مع أرحامهم، فتنعكس عليهم هذه والعياذ بالله سخطا إلهيا وكذلك عدم استقرار نفسي. هذه على كل ثمرات لابد أن نضعها لمن هو أو فضل لمن هو وصل الرحم. طيب في الجانب الآخر قطيعة الرحم ما الذي يترتب عليه؟ ستلاحظ سبحان الله أن قاطع الرحم أولا مرتكب لكبيرة من الكبائر، لأنه إذا كان صلة الرحم واجب من الواجبات فإن قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر. يعني ليست المسألة هنا مساحة مستحبات ومندوبات لا، قطيعة الرحم لها علاقة بالكبائر، لها علاقة بالكبائر، وبالتالي مربوط هل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا هذه قضية كبيرة جدا مرتبطة بالإفساد في الأرض ومرتبطة كذلك بالقطيع. كذلك مرتب عليها أمر خطير جدا وهو اللعن والعمى. اللعن والعمى كما جاء في الآية التي تحدثت عن مسألة يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال أولئك الذين لعنهم الله أعمى أبصارهم، والعياذ بالله. الذي يقطع رحمه ويظن نفسه بأنه هو في هذه الحياة سيعيش سعيدا هذا واهم، لأنه ستلاحقه لعنة القطيعة. والعمى هنا والعياذ بالله أنه لا يهتدي إلى الصواب بل يظل في غياب تام عن الهدايات، لأن الله أعمى أبصارهم. هنا صحيح قد يكون مفتح شايف كل شيء لكن لا يهديهم الله إلى الخير، لا يهديهم الله إلى الصلاح، لا يهديهم الله إلى دروب السعادة والحياة الطيبة، فأعمى الله أبصارهم. هذه طبعا مسألة
انعكاس الذنوب على الإنسان. كيف تنعكس؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شرور النفس هي المعاصي التي ترتكب، المعاصي شرور. قال سيئات العمل هي الآثار التي تأتي نتيجة إيه؟ نتيجة الذنوب، عقوبات إلهية والعياذ بالله. كما أن الطاعات سبحانه تأتي بالمنح الإلهية، الذين اهتدوا زادهم هدى، والأحوال الإيمانية تأتي مع الطاعات، فإن شرور النفس تجلب على الإنسان والعياذ بالله الكثير من الأشياء، مصائب في نفسه، مصائب في ماله، مصائب في ولده، مصائب في حياته. فعلى كل هذا أيضا. وكذلك القطيعة، القطيعة من الله. من مش النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مش قال ألا ترضين أن أقطع من أصل ما وصل؟ كأنما الذي يقطع رحمه فهو مستحق للقطيع من الله والعياذ بالله. ما الذي يرجوه العبد إذا كان مقطوع الصلة بالله؟ حتى إن وصل العلاقة مع الناس تجد أنه ما شاء الله عنده أصحاب عنده كذا، لكن قطع أهم ما ينبغي أن يوصل، أهم ما ينبغي أن يوصل هو الأقرباء. كذلك الحجب من الجنان، لا يدخل الجنة قاطع رحم. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن لا يدخل الجنة قاطع لأنه مرتكب كبيرة من الكبائر. وبطبيعة الحال هنا الحديث يتكلم عن أن هذا الشيء مستحق لإيه؟ مستحق للعذاب، مستحق للنار، ولكن بعد ذلك على الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا مستحق هذا النوع والعياذ بالله إلى تعجيل العقوبة الدنيوية، تعجيل العقوبات الدنيوية، وكذلك الخسارة في الدنيا والآخرة، والحرمان من قبول العمل، الحرمان من قبول العمل. لا يقبل الله عمل قاطع رحم. هذه كلها سبحان الله من الأشياء المهم جدا أن يلتفت إليها من لا ينتبه إلى موضوع أهمية صلة الرحم، خطورتها من جانب، وفضلها وإيجابياتها وثمراتها من جانب آخر. جزاك الله خير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا البيان وعلى هذا التوضيح الذي شملتم به نقاط عديدة. وكما تفضلتم حقيقة كما قال عز وجل جزاء وفاقا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. حقيقة قدر ما يكون المرء محسنا ومتسامحا وحريصا على يعني هذه الصلة، بقدر ما يجد آثارها تنعكس عليه في حياته كلها. وبالمقابل أيضا من يسيء ومن يقطع تجد حقيقة حياته تكاد تكون نكدة، وأموره يعني الدنيوية والدينية متعثرة، نسأل الله يعني السلامة من هذا الأمر. الحقيقة أيضا نريد أن نتطرق في هذا السياق يعني البعض حقيقة يعني ربما أشرتم إليه لكن أؤكد عليها هنا، أنه الإنسان يعني يجد قطيعة من آخرين من الأقارب أو كذا، وهو يعني هو يعرف أنه هذا خطأ وأنه يريد أن يصل، لكن كيف يكون هذا حاله؟ يعني ربما يأتيه فتور أو ربما تأتي مواقف يجدها في هذه المقاطعة وكذا، لكن هو يريد أن يستمر. بماذا نقول لهذا يعني إلى أي حد يستمر مثل هذا يعني في صلة الرحم؟ نعم الله يجزيك الخير. وحقيقة سبحان الله هذه من القضايا التي تدخل تحت قانون الابتلاء ومنطق الابتلاء الدنيا، وهو ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأيكم أحسن عملا هو أنه والله لا ينزل نفسه منزلة المسيئين. إذا وجدت من أهلك وأقربائك إساءة من خلال القطيعة، من خلال عدم الاهتمام، من خلال اللامبالاة بك، فأنت عليك أن تدرك أنك في ساحة ابتلاء، وأنك في ساحة سباق، وأنك والله عندما تتعامل فإنما تتعامل في تجارة مع الله وليس معهم. المكافأة يا إخوان ليست في دنيانا، يعني لا يلزم أنه والله نحن أن نجد والله الإحسان مما يحسنون إلينا، هذا من العدل على كل. إن أحسنوا إلينا جزاهم الله خير، لكن ما أحسنوا إلينا أنا قاعد أتعامل مع من؟ البيع والشراء مع من؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم إيه؟ لهم الجنة. فأنت ضع نصب عينيك أن والله كل الأعمال التي تقوم بها ضع نصب عينيك أن الجزاء الذي ستلقاه من الله. ولذلك الحديث الذي ليس الواصل بالمكافئ هذا. فهذا الأمر على كل يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى أن الإنسان يذكر نفسه بالثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل صلة الرحم، الطيب في الحياة الدنيا، العيشة الطيبة، السعادة في الحياة الأخروية، رضا الرحمن جل جلاله أن نطلب ذلك. فعلى كل الموضوع يحتاج إلى مجاهدة من الإنسان، وعليه أن لا يستسلم. هنالك نقطة مهمة جدا، أنه قبل إن شاء الله أيضا أن نتجاوز الجزئية هذه لابد أيضا أن نبين بعض الحقوق، حتى أيضا مثل هذا الذي يريد يصل من مطلوب منه أصلا، يعني ما هي القضايا اللي أنا مطلوب إنه والله أصل الرحم. طيب خلاص أنا قررت أن أصل أرحامي. هنالك
ثلاثة أشياء مهمة جدا لابد أن نراعيها. الجانب الأول هو العلاقات الدعوية في صلة الأرحام، الجانب الثاني العلاقات الاجتماعية في صلة الأرحام، العلاقات المادية في صلة الأرحام. جميل، بارك الله. العلاقات الدعوية على الإنسان أن يقي نفسه وأهله من نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد. فأول شيء يجب أن نحرص عليه في أرحامنا أن ندعوهم إلى الله، أن نجتذبهم من عذاب الله الذين هؤلاء العصاة الذين يذهبون نحو المعاصي. أول واجب قبل الأكل قبل الشراب قبل الجماع نحن والله مكلفون أمام الله أن ندعوهم إلى الله سبحانه. فإذا كان الله قال ادعوا كل الناس، ادعوا جميع البشر، احرصوا على هداية الخلق، لأن يأتي الله بك بمهتدي واحد يوم خير من حمر، فما بالك بالأقربين. لذلك كان من أوائل ما نصت عليه الآيات وأنذر عشيرتك الأقربين. أمر الله تبارك لأن أولى الناس بخيرك هم الأقارب، أولى الناس بخيرك هم الأقارب. طيب فالجانب الأول الذي أذكر به أن نحرص أن نكون في صلاتنا مع أهلنا ندعوهم إلى الله، نذكرهم بالله، نحرضهم على طاعة الله، نأمرهم بالمعروف، ننهاهم عن المنكر. إذا حضرنا مناسباتهم يجب أن لا نجاملهم في المعاصي والذنوب والآثام، نبين لهم الواجبات. إذا رأينا بينهم فسادا أن نعمل على إصلاحه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا رأينا تدابر بينهم نحدث الجلسات التفاكرية التي تصلح بين الناس. إذا رأينا فقيرا من فقرائنا، كل هذا فيما يتعلق بالجانب الدعوي. هنا أتكلم في الجانب الدعوي. نأتي إلى الجانب الآخر، الجوانب الاجتماعية. نعم. الجوانب الاجتماعية كثيرة جدا حقيقة. التبسم في وجوههم، الاتصال عليهم حتى لو كنت بعيد. يعني نعم. كثير من الناس سبحان الله يستكثر إنه والله يا أخي ارفع التلفون. ربما سبحان الله صلتك بأهلك عن طريق التلفون، تفقدهم والله أحيانا يسوى عندهم الكثير جدا. نعم. قبل يومين أمن الله سبحانه وتعالى علينا بزيارة أحد الأصدقاء لا تجمعنا به سبحان الله إلا صلة الإسلام. والله يا إخوان دخلنا عليه وهو مكتئب وفي وضع صعب، حالته الصحية حالته الاجتماعية أوضاعه مكتئب تعبان. والله لما خرجنا منه وإذا به يتلألأ في كلامه في حديثه حتى خرج معنا إلى خارج البيت وهو مريض وعنده عملية، لكن سبحان الله تغيرت الحال. فالشاهد هنا سبحان الله البعد الاجتماعي. نعم. كيف أنك تصل مرضاهم، تتواصل مع تسأل عن أحوالهم. نعم. تسأل عن ما يمرون به، خصوصا مجتمعاتنا التي تمر الآن بالحروب. نعم. والإشكالات، سد الحاجات. كثير من الناس تسألهم عن أحوالهم. نعم. إيش أوضاعهم إيش سبحان الله. يعني أديك مثال، أنا مرت عليه سبحان الله في بعض المحطات وضع اجتماعي صعب. أنت كنت مثلا بحاجة، والله كما أقول لك اتصل علي أحد أقربائي ليقول لي يا أخي أنا سمعت بمشكلتك لكن ليس لي ما أساعدك به، فقط أحببت أن أعتذر. يا سلام. تعرف هذا الشخص نسيت كل ما أعطاني ولم أنساه. يا سلام على الشعور. هذا الشعور يا أخي. ابن آدم هو عبارة عن كتلة مشاعر. يا سلام. فكثير من الناس يتصورون المادة كل شيء. لا، أن تقول للشخص أنا معك. جميل. وأنت قريبي. صحيح. وأنا والله أقف بجانبك، أتحرك في ملفك، ليس عندي ما أقدمه لكن أقدم لك شيء واحد، أن أتواصل مع الأقرباء، أن أتبنى القضية، هكذا. هذا الشأن الاجتماعي سبحان الله. كثير من الناس ربما سبحان الله يحرمون حتى هذا الجانب. هذا الجانب لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعونهم بإيه؟ بأخلاقكم. الكلمة الطيبة. الاتصال، التزاور، الكذا. هذه القضايا الاجتماعية. أن تصلهم في مناسباتهم، أن إذا توفي منهم شخص تصل وتعزيهم وهكذا. هذا الجانب الاجتماعي أدناه البسمة. صحيح. سبحان أن تتبسم في وجوههم إذا لقيتهم، أن تتصل عليهم تلفونيا. ولعل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كان يقول من باب مما يتحقق به في زماننا صلة الرحم مع تباعد المواقع أن تتصل على الناس، تتفقدهم، تشعرهم بأنك لا زلت تذكرهم، وخصوصا الذين ذهبوا إلى بلاد الأغنياء وأهلهم لا زالوا يقول والله فلان زي ما يقول إيش رفع القزاز، مش كده؟ فيتصور البعض بأنه عد البحار وتحسنت أحواله فنسي أهله، حتى لا يقع ذلك تطييبا لخواطرهم. فلا بد إيش، وزي ما يقول عبادة جبر الخواطر لا يعدلها شيء. أخيرا أقول حتى لا أطيل إن شاء الله لا بأس، حتى لا أطيل. آخر شيء الحقوق المالية. جميل. الحقوق المالية حقيقة كثيرة. قد تكون الحقوق المالية في النفقات، هنالك ما يلزمك وجوب نفقتهم
كأبنائك وأسرتك ووالديك، هؤلاء يجب نفقتهم. نعم. وهنالك من يعني من المستحب والمندوب أن تنفق عليهم، ليس واجبا، لكن مثل أنك والله عندك أخت ولها زوج فقير، هي تزوجت شخصية فقيرة مثلا، أن تساعدها، أن تقف معها، أن تقدم لها شيء. كذلك من الحقوق المادية التي تقع بين الأقرباء موضوع الميراث، من الحقوق المالية الصدقات، من الحقوق المالية الوصية التي يحدثها الإنسان عند موته، أنه والله يعرف أن للورثة حقوق ولكن عنده بعض الأقرباء فقراء فيذكرهم في وصيته إذا كان من الله عليه بمال. هذه كلها من القضايا التي ربما إن شاء الله تساعد في موضوع صلة الرحم وتجعل الإنسان مذكورا في حياته وبعد مماته إن شاء الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذا البيان وعلى هذا التوضيح وعلى ما قدمتم في علاج وبيان موضوع صلة الأرحام من الكتاب والسنة وما أثريتم به هذا الحديث. ونشكر حقيقة مشاهدينا في شبكة سلام الإعلامية على استماعكم وحضوركم معنا، وأدركنا الوقت دون أن نتطرق إلى بعض الأسئلة، نسأل الله أن يتيسر لها وقت آخر. وفي الختام نتوجه بالشكر بعد شكر الله عز وجل، الشكر لفضيلة الدكتور الشيخ حسن سلمان، ونشكر لمن استمع وحضر، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وكذلك نشكر الأخوة القائمين بالجهد في الكنترول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، ونلتقي معكم في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.